تحديد موعد افتتاح الملعب الأولمبي بالرباط وفي التفاصيل، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستعدادات لاستضافة كأس إفريقيا 2025. كشفت مصادر إعلامية أن الملعب الأولمبي بمدينة الرباط سيفتتح رسمياً يوم 25 من مايو المقبل، وذلك تزامناً مع احتضان العاصمة المغربية ملتقى محمد السادس لألعاب القوة، أحد أبرز محطات الدوري الماسي العالمي. ويقع هذا الصرح الرياضي على مسافة قريبة جداً من ملعب الأمير مولاي عبد الله الذي سيحتضن مباراتي الافتتاح والنهائي لبطولة كأس الإفريقية المقبلة. إلا أن الاستاد الأولمبي الجديد سيكون له دور خاص ومميز ضمن الحدث القاري، حيث سيخصص لاحتضان مباريات المجموعة التي تضم المنتخب التونسي. وحسب المعطيات الواردة، فإن أشغال التشييد والتأهيل داخل هذا الملعب تسير بوتيرة استثنائية ومضاعفة مقارنة بباقي الملاعب المعنية ببطولة الكان. فقد تم الانتهاء بالفعل من فرش العشب الطبيعي وتثبيت المقاعد، إلى جانب تركيب كاميرات المراقبة والتصوير، فيما لم يتبق سوى اللمسات النهائية التي يمكن التحكم بها في وقت وجيز، ما يجعله أول ملعب حديث يعلن عن جاهزيته الكاملة ضمن خطة الاستعداد للمونديال الإفريقي. وينتظر أن يحتضن هذا الملعب أيضاً مواجهتين وديتين للمنتخب المغربي خلال شهر يونيو المقبل، حيث سيلاقي أسود الأطلس منتخبي تونس وبنين في إطار التحضيرات الخاصة بالتزامات الفيفا داي. ويأتي تدشين هذا الصرح الرياضي الكبير ليعزز البنية التحتية الرياضية في العاصمة الرباط، ويعكس التزام المغرب بتوفير منشآت حديثة تليق بتنظيم البطولات الكبرى، خاصة في ظل الرهان الكبير على تنظيم كأس إفريقيا 2025 بنجاح باهر. يتوج المسار الذي رسمته المملكة نحو استضافة كأس العالم 2030